المفتقه ان شاء الله دي حاجه طاقه وحاجه جميله جدا مفيده، فقلت ان انا اعملها النهارده. هنجيب ايه؟ كيلو عسل. هديكي مقادير كيلو عسل سهله جدا. معانا كيلو عسل وثلاث معالق من الحلبه طبعا المطحونه، ومعانا 3 معالق هرميه من الدقيق، وسمسم وسوداني، دول بقى حسب الرغبه اللي هو التحبيشه الجميله اللي احنا بنحطها. وكمان في نص كوبايه من الزيت. وفي سر جميل جدا هنقوله واحنا مشغلين، مش هقوله دلوقتي عشان هو ده السر، ان مفيش ريحه حلبه خالص هنحس بيها. هناكل الحلبه كده المره دي باريحيه مع الشيف عز. يلا بينا. معانا نص كوبايه من الزيت. بصوا احنا المقادير على فكره دي اعتمدوها، لذيذه جميله جدا، وهتطلع معاكي الحاجه مظبوطه مع تكات بسيطه تبتدوا بس تاخدوا بالكم منها. اول حاجه ببتدي اجيب، احنا قلنا الحباش اي كميه، انا عامله كوبايه من السمسم منقوع، غسلته وسبته ينشف ونضيف وجميل جدا. ابتدي انزل بقى بالسمسم. بصوا انا بس هسيب شويه لان انا عندي مشروب، يا رب يكون في وقت ان انا اعمل المشروب. تمام. بصوا بقى معايا، اول حاجه بنزل بالسمسم زي ما انتم شايفين. طبعا الزيت الحله سخنه فالزيت سخن بسرعه، فبالتالي علشان اعرف ان السمسم تمام هبتدي اسمع الطقطقه بتاعته، وشكله طبعا باين بيطقطق كده. السمسم تمام. ما تعمل يعني ما تبتديش تحطي الخطوه الجايه الا لما تشمي ريحه السمسم وتسمعي الطقطقه. طب انت ليه حمرتيه في الاول قبل ما تنزليه على الزيت؟ حمرتيه لوحده؟ ما طبعا لان لازم انا عايزه ياخد عارفه الجرشه الجميله. ببتدي احمصه. يعني الاول تحمريه وتخرجيه الاول. لا 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 خالص، خليكي معايا، انت هتشوفي ابداع دلوقتي. بص السمسم ورا على طول السوداني. احنا اتفقنا ان الحباش اي كميه. عموما المفتقه او زي ما بيقولوا عليها الحلبه المعقوده، دي الطريقه بتاعتي اللي انا بعتمدها، والحمد لله ما فيش حد اعترض عليها ابدا. زي ما احنا شايفين احنا كده بنحمص الحباش. حطينا السمسم، حطينا السوداني زي ما احنا شايفين، تقليبه بس خفيفه كده بس. هتبتدي تشمي ريحه السوداني. هو عموما مع الزيت السخن هيبتدي كله يا ياسمين هيتحمص حبه بحبه، هيديكي بقى هو ده التست العالي لاي حاجه. ان هو يتحمص زياده شويه. لا مش زياده. بص احنا بناخد بالنا السمسم عمل صوت طقطق، السوداني شامين ريحته وهو اساسا كان متحمص وما فيهوش رطوبه. حلو قوي. تمام. تعالوا بقى المرحله الثالثه، 3 معالق من الدقيق. تمام. 1 2 3 بس. ده بالنسبه لكيلو. 3 معالق كبار. هرميين يعني حاجه كده كبيره حلوه. ليه بقى بنحط الدقيق؟ عشان الحلبه تلف معانا. بصوا يا ما شاء الله النار طبعا عاليه، فبسرعه بسرعه بتخلص معانا. بصوا بقى انتوا هتشموا معايا ايه، انا ببعدها بس شويه علشان النار. تمام. بصوا بقى خلاص كده تمام. السر اللي انا بتكلم عنه، معلقه من المغات. المغات ده السر ان هيخفي ريحه الحلبه. وهبتدي اقلبه كده. بصوا احنا كده حطينا الدقيق. على فكره لو الكاميرا تيجي هتوريكم اللون الجميل زي ما احنا شايفين. بصوا اهو. وكمان حطينا معلقه المغات وشمينا بقى ريحه المغات وشمينا ريحه الدقيق كاننا بنعمل البشاميل كده. تمام. اول حاجه الحمد لله هننزل بالعسل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخلي بالنا. بسم الله. بصوا ادي العسل اهو نزل معانا. معلش بقى مش عايزه اشيل حاجه حرام علشان احنا نخلي مقاديرنا مظبوطه كده. العسل هي طبعا النار حلوه مطوعانه، فبصوا بقى العسل قلبي كده بسرعه. شايفه زي ما احنا شايفين اهو. بصوا بقى هسيبها كده. المرحله اللي قبل الاخيره ان انا عايزاها تخش انها تغلي. مش عايزاها تغلي يعني الغلوان اللي هو الكامل، لا. اول ما تخش في الغليان هقول لك احلى مرحله تبتدي تظبطي بيها الحلبه، وبجد بجد او المفتقه هتدعوا لي لما تعملوها. بصوا بقى اوريكم حاجه جميله قوي. شايفين انا عايزه الكاميرا توريكم اول ما بتبتدي تغلي ايه اللي انا هعمله. تمام. هعمل ايه؟ لان انا مش عايزاها تغلي كتير، عايزين ناكل مربى مش حلبه. هبتدي انزل كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي خلاص داخله على الغليان، وهبتدي اقلبها بسرعه عشان ما تكلكعش معانا. خلي بالك وانت شغاله فيها لانها طبعا لسعتها مش حلوه خالص. تمام. بصوا انا ببتدي اعمل كده. حلو قوي. اول ما تخش بقى غلوه والتانيه تبدا تتقل. هنشوف. لا دي لسه في تركه جميله
بصوا خلاص كده اخر حاجه. بس احنا كده نهينا. بصوا انا عايزه غلوه واحده، اكتر من غلوه لا. وحطينا معلقه المغات في الاخر كده، طفينا ريحه الحلبه تماما. بصوا اهي، اول ما تغلي غلوه 2 هعد 1 2 3 4 5 ونشيلها لانها هتغلي في الحله شويه. وبكده خلصت معانا المفتقه. سهله قوي. طاقه وفايده وحاجه جميله وبتدفي. وبدات لكم الشتاء بس ما بالمفتقه. نكترش منها. بصوا انا خلصتها، لازم تسيبيها تبرد تماما وبعد كده نبتدي نحطها في البرطمانات وهي دافيه. تمام. تعالوا بقى نعمل النهارده الايتم بتاعنا كله حلبه. حلبه برضو؟ طبعا خلاص بقى انا بشجعكم الشتاء جاي. بس ايه ده، انا مستغربه، ده مشروب؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا بصوا بقى هنعمل المشروب بتاعي النهارده، الحلبه المحوجه. هعملها بطريقه لذيذه، بطريقه اقول لكم طريقه حلوه كانك بتعملي مغات. المغات غالي، فاحنا هنستغل الموضوع وهنعملها بطريقه المغات بطريقه لذيذه. هننزل اول حاجه زي ما احنا شايفين بس كده. حلو. ممكن لو سمحتي السمسم. يلا بينا. بصوا هي الطريقه سهله ما فيش منها حاجه خالص. طبعا برضو هننزل بشويه سمسم. بصوا زي ما احنا شايفين اهو هنحمرها. هي بتقول انا استويت، مش مشكله. لا هي بس علشان نزلت قبل ما الزبده كلها تنزل في الحله. كده تمام. تمام. اديني لو سمحتي. عايزه ايه؟ قولي لي. انا عايزه الحلبه حالا. تمام. الحلبه دي طبعا هنحط لكل كوبايه عليها معلقه هرميه بالشكل ده، بس مش هنحط اكتر من كده. اتفضلي. يلا بينا. برضو تحميصه بسيطه، مش عايزه كتير. طبعا حاسه انها عطشانه، هنزل بالزبده تاني. بصوا اهو كده. احطيها على النار عشان هي مش زي ما احنا شايفين. حلوه قوي. مجرد ما هنشم ريحتها هتبقى سهله جدا. هننزل بالميه كانك بتعملي مغات بالظبط، بس دي طبعا مش عايزه تحميصه كبيره زي المغات. بصوا شايفه الريحه طبعا. ايدك يا زوزو. وهننزل بالميه على مهلك بس كده. والسكر، السكر لو سمحتي يا ياسمين. حالا. وهنسيبها تغلي. هننزل طبعا بالسكر عشوائي، انا بحبها تبقى حلوه. وان شاء الله هتغلي غلوه بسيطه وهتبقى حلبه محوجه لذيذه جدا. هنحط عليها مكسرات وكده خلصت معانا. وهنسيبها تغلي بالطريقه الجميله. وكده احنا خلصنا